توقعاتك للمباراة القادمة يوم الاتفاق يوم الجمعة؟ والله ان شاء الله متأملين خير في الفريق، ان شاء الله باذن الله انه بيفوز، لانه مباراة الاتفاق هي حتكون فاصل، اذا انهزموا حتكون مشكلة علينا، اذا فازوا ان شاء الله حتكون دافع للفريق باذن الله، وانا متفائل خير باذن الله. ان شاء الله تكون بداية التعديل، بداية العودة للانتصارات، ان شاء الله يتحسن وضع الاتحاد باذن الله. مستوى الاتحاد طمن؟ لا حاليا لا نهائيا. في المباراة الماضية كنا نقول ايوه نقدم مستوى ونتعادل، لكن على المباراة الأخيرة لا نهائيا. وش اللي يحتاجه الاتحاد؟ والله انت تطل في الملعب عندك امكانيات، صح عندنا نقص في الاجانب لكن عندنا امكانيات، نحتاج روح، نحتاج تكاتف، الحمد لله الجمهور وما يقصر، الاداره ان شاء الله انها ما تقصر، احنا نقول ان شاء الله انها ما تقصر، واللاعبين تكاتف وروح وان شاء الله يرجع الاتحاد ان شاء الله. والله هي مباراة صعبة لكن ان شاء الله رجال الاتحاد قادرين، ونتمنى يعني دعمهم قبلها بمكافآت او وعدهم بمكافآت، دفع شوية من الرواتب المتأخرة، وان شاء الله بتكاتف الجهود الإدارة الرئيس الجديد وعدنا بميزانية مفتوحة وبشيك 30 مليون، ان شاء الله انه ما يقصر وراح يدفعها، يعني واثقين فيه، اخو منصور بلوي المطنوخ على قولتهم، الله يوفقه يعني. باذن الله المباراة القادمة تكون افضل من المباريات السابقة، مع عودة اللعيبة احمد الفريدي وعبد الفتاح العسيري، ان شاء الله تكون مباراة افضل ونحقق نتيجة ايجابية، خصوصا ان وضع الاتحاد الفترة الأخيرة جدا سيء خصوصا في النتائج. والله ان شاء الله يكون افضل من كذا، يعني المباراة هذه كويسة، بس ان شاء الله يكون المباراة القادمة افضل ان شاء الله باذن الله. مستوى الاتحاد مطمن؟ والله يعني نوعا ما، مو اللي يطمن، يعني نوعا ما صراحة. والله ان شاء الله يكون افضل من الحال اللي قدموه المباراة اللي فاتت، وان شاء الله خير. والله حاليا تقدر تقول لا. اللي يحتاج والله يحتاج روح كذا شوية من الجماهير، كمان دعم يكون، وان شاء الله خير. ان شاء الله باذن الله بتكون عوده الاتحاد من امام الاتفاق، رغم انها مباراه صعبه على ارض الاتفاق، لكن ان شاء الله بتكون عوده الاتحاد ان شاء الله من هذه المباراه، استعداد للاسيويه ان شاء الله. مستويات الاتحاد مطمنه في المباراه الاخيره؟ ما هي مطمنه، بس نتمنى من المدرب انه عوده الفريدي ويلعب بنو فيهم، انت تحتاج فوز، تلعب لي محاور في كل مبارياتك، احنا نبغاه يلعب بمحور واحد ويلعب اللعيبه في خانتهم، سواء هذا المولد او الدحمي هجوم. ان شاء الله يجيبون الفوز الرجال ان شاء الله. مستوى ونتيجه؟ اهم شيء النتيجه دحين، خلاص ما عاد نبغى المستوى بعد ايش؟ دحين اهم شيء النتائج عشان ترفع الفريق. ان شاء الله يا رب تفوز الاتحاد ان شاء الله يا رب، بس خليهم في رجال في الملعب لا تخاف. الاتحاد يبغى له بس روح معنويه وخلاص، بس الفوز خلاص. ان شاء الله باذن الله ان النتيجه باذن الله صالحنا باذن الله، وباذن الله الاتحاد راجع باذن الله مع الاداره الجديده باذن الله. الاتحاد مطمئنه في المباراه الاخيره؟ لا والله ما اطمن، لكن احنا متفائلين خير بالاداره ان شاء الله. الفريق كله ككيان يحتاج ان شاء الله نرجع كلنا مع بعض يد بيد باذن الله، وحيرجع الاتحاد ان شاء الله فوز اتحادي. رأى مستوى الاتحاد مطمئن في المباراه الاخيره؟ والله ما كان، يعني ما توقعنا انه زي كذا مستوى، بس نقول الحمد لله ونصبر على الاتحاد. ما له الا الصبر والله، لسه اداره جديده نصبر عليهم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله نفوز لانه الحين الاتحاد قريب من الهبوط، وبينه وبين الاخير يمكن نقطتين او 3 نقاط. صراحه احنا ما نبغى نشوف الاتحاد في الدرجه الاولى، ان شاء الله مع الايام الجايه يتحسن ونفوز المباراه الجايه ان شاء الله. الله الفوز يا رب باذن الله 3 نقاط. والله مو مباراه اخيره، اخر 5 مباريات كامل المستوى مو موجود، بس اهم شيء احنا الحين نبغى النقاط. ايش يحتاج الفريق؟ والله الروح، ما نبي الا الروح، محترفين تمام. ان شاء الله فوز الاتحاد ان شاء الله. مستوى الاتحاد مطمئن في المباريات الاخيره؟ مستوى الاتحاد مطمئن في المباراه الاخيره؟ والله ما تدري، العلم عند الله، بس ان شاء الله يحسن مستوياتهم يجيبوا الفوز. والله هي تكون قويه شويه، يعني الاتحاد ما يبغى يهبط، والاتفاق يدخل بقوه، يعني تحسه تعادل. لا نتفاؤل ان شاء الله بالفوز ان شاء الله. مستوى الاتحاد مو قد كذا؟ لا عادي، يطمن الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله 2-0.